دول كانوا بشر عاديين، وفي يوم وليلة كل واحد فيهم اكتسب قوة خارقة مرعبة اقوى من التاني. بس اقوى واحد فيهم كان لوجان، واحد عنده مخالب النمر وبيقدر يكون فريق من ابطال خارقين شبهه علشان يتصدى لمجموعة اشرار خارقين عايزين يدمروا البشر. طيب مين فيهم اللي هيكسب وهيقدروا عليهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، فساعدونا نوصل الحلقة دي ل 3000 لايك. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. بيبدأ الفيلم سنة 1944 وقت الحرب العالمية التانية، وكان في الوقت ده الجنود الألمان بياخدوا الأولاد الصغيرة من عائلاتهم، ومن ضمن الأولاد دول كان ولد اسمه ماجنيتو، والأم بتفضل تصرخ على ابنها علشان الجنود خدوه منها، والجنود بيقفلوا البوابة وبيمنعوا أي حد من الدخول، وماجنيتو بيفضل يصرخ وعاوز يرجع لأمه، وفي جنود كتير بتمسكه ومش قادرين عليه لدرجة إن ماجنيتو بيشدهم وراه. وهنا بتظهر قوة ماجنيتو الخارقة لأول مرة، وإنه يقدر يتحكم في المعادن عن بعد، وقدر يدمر البوابة دي باستخدام إيده من بعيد. وفي الآخر بيجي قائد الجنود وبيضرب ماجنيتو على دماغه وبيفقد الوعي، وكل الجنود بيتصدموا من اللي حصل للبوابة. ومن اللحظة دي اتولد حقد وكره من ماجنيتو اتجاه البشر لأنه اتمنع من أمه في سن صغير. وبنروح للوقت الحالي مع بنت اسمها ماري اللي كانت قاعدة مع حبيبها ديفيد في الأوضة، ولما الاتنين بيقربوا من بعض وأول ما ديفيد بيلمسها روحه بتتسحب منه وبيموت، وده لأن ماري في اللحظة دي حصلت على قوة خارقة، وقوتها إنها لو لمست أي حد تقدر تقتله على الفور. والأب والأم بيجوا يطمنوا على ديفيد بس كان خلاص مات. وبعدها بنروح لمجلس الشيوخ، وفي الوقت ده كانوا بيتكلموا عن الطفرات الجينية اللي بتحول البشر لأبطال خارقين، وبتتكلم جين وبتقول إن الطفرات دي بتحصل وقت سن البلوغ، وتحديدا بتظهر لما الشخص بيحس بمشاعر عاطفية. وبيرد عليها عضو مجلس الشعب اللي اسمه كيلي، وكيلي كان بيهاجم كلام جين بشدة، وهو من وجهة نظره الخارقين دول خطر على المجتمع ولازم يتقتلوا. وجين بتقوله أنا مش متفقة مع كلامك، لأن أي شخص ممكن يكون خطر على العالم، التاكسي مثلا ممكن يكون خطر على الركاب. وجين بتكمل كلامها للمجلس وبتقول إن الخارقين لما بيكشفوا نفسهم للبشر العادية، البشر العادية بيخافوا منهم وبيعاملوهم أسوأ معاملة. فكيلي بيقول إن الخارقين عندهم القدرة إنهم يعدوا من الجدران. طب الخارق ده إيه اللي يمنعه إنه يخش يسرق بنك بمنتهى السهولة؟ وفي خارقين تانيين أقوى من كده بكتير، وبالتالي دول بيهددوا حياة الناس الضعيفة، والبشر أحرار إذا كانوا عاوزين يتعاملوا مع الخارقين ولا لا. وأنا لسه مصر على كلامي إن الخارقين خطر على المجتمع ولازم كل خارق يكشف عن نفسه. وناس كتير من المجلس بيسقفوا على كلام كيلي، وماجنيتو اللي شفناه من شوية كان من ضمن الحضور وبيمشي علشان ما عجبوش الكلام، والبروفيسور اكس بيشوفه وبيروح يتكلم معاه، وبنعرف ان الاتنين دول يعرفوا بعض من زمان وكانوا اصدقاء، بس حاليا كل واحد واخد سكة غير التاني لان ماجنيتو بيكره البشر جدا لانهم بيعاملوا الخارقين وحش. لكن البروفيسور اكس او تشارلز يعني شايف ان في امل في تصليح العلاقه ما بين الخارقين والبشر. وجين اللي كانت بتتكلم في المجلس هي واحده من تلاميذ تشارلز، وماجنيتو بيقول لتشارلز البشر هيفضلوا زي ما هم بيعاملونا بكل عنف وعنصريه، وانا بطلب منك ما تقفش في طريقي في اللي هعمله. وبعدها ماري بتبقى هربت من عيلتها بعد ما قتلت حبيبها لانها خايفه تقتلهم بالغلط، وبتوصل عند حلبة قتال شوارع وبتشوف جثه واحد بيخرج من القفص بسبب شخص مش بيخسر ابدا وبيكسر عظم اي حد بيلعبه، والحد ده كان لوجان ومسمي نفسه ولفرين، وبيمسك الخصم اللي بعده وبيخلص عليه في ثواني، وكل الناس بتحيي ولفرين. وماري بعدها بتروح تقعد في البار، ولوجان بيجي يقعد في نفس البار، والخصم الاخير اللي لوجان انتصر عليه بيجي وبيقول له انت اكيد مش بني ادم طبيعي، انت اكيد خارق علشان مفيش حد بياخد كل الضرب ده وبيطلع سليم وما فيهوش اصابه حتى، انا عاوزك تديني فلوس الماتش اللي كسبته مني. ولوجان بيقول له فلوس ماتشك صرفتها، خد بعضك وامشي احسن لك. لكن الراجل بيطلع سكينه علشان يطعنه، لكن لوجان بياخد باله وبيرفع عليه المخالب بتاعته، وصاحب البار بيرفع السلاح على لوجان وبيأمره يمشي، فراح لوجان كسر سلاحه ورفع مخالبه على صاحب البار، وهو عمل كده لانه اصبح عصبي جدا. وماري كانت شايفه كل ده وبتقرر تمشي ورا لوجان لانه خارج في نفس الوقت اللي هي خارجه فيه. ولوجان لما بيتحرك بعربيته بيحس بوجودها، وفعلا بيلاقيها راكبه في الشنطه وبيأمرها تمشي، وهي بتترجاه يسيبها
بتسيبها علشان ما عندهاش مكان تروحه، بس لوجان مش بيهتم وبيصر انها تمشي. بس لما بيتحرك بعربيته ضميره بيأنبه وبيقف وبيخليها تيجي تركب معاه. وماري بتقعد تتكلم معاه وبتشوف سلسلة الجيش اللي هو لابسها وبتحكي له عن قوتها الخارقة اللي اكتشفتها مؤخرا، وانها لما بتلمس اي حد بتسحب روحه. وهو بيكلمها عن المخالب بتاعته وبيقول لها هي بتألمني جدا في كل مرة بخرجها فيها. وفجأة في شجرة بتترمي قدامهم ولوجان بيطير من العربية، وماري كانت بتحاول تخرج لكنها اتعلقت وما كانتش تعرف ان في نار مسكت في العربية، وبتتصدم لما بتشوف الجرح اللي على وش لوجان بيتشفي بسرعة. ولوجان في الوقت ده بيشم ريحة شخص حواليهم، وفجأة بيهجم عليه خارق اسمه سيبرتوس وبيضرب لوجان بقوة وبيفقده الوعي. وسيبرتيوس بيتقدم على العربية علشان يخطف ماري، لكن في الوقت ده بيوصل 2 من تلاميذ البروفيسور اكس وبيهجموا على سيبرتيوس واجبروه يهرب. وبعدها بينقذوا ماري وبياخدوا لوجان قبل ما العربية تنفجر وبياخدوه لقصر الاكس مين بتاع البروفيسور تشارلز. وكان بيدي للطلاب حصة في الفيزياء، وبعد الحصة تشارلز بيعرفه بنفسه وبيقول له طلابي انقذوه بعد ما اتعمل عليك كمين انت وماري، وما تقلقش ماري موجودة عندنا وبخير. وبيخش عليهم ستورم وسيكلو الاتنين اللي انقذوا لوجان. وتشارلز بيقول له انت هنا في مدرستي الخاصة للخارقين، وانا هنا بعلم الخارقين ازاي يستخدموا قوتهم الخارقة، والمكان هنا ملائم لاي خارق حاسس انه خطر على المجتمع. وبيقول له ان في شخص بيحاربهم اسمه ماجنيتو وهو خارق زينا بس عاوز يعمل حرب على البشر. ولوجان بيستهزأ بكل الكلام اللي تشارلز بيقوله وكان عاوز يمشي من هنا، بس تشارلز بيقول له انا عارف انك مش فاكر اي حاجه عن نفسك وعمال تتنقل من مكان لمكان بقالك 15 سنه، خليني اساعدك يمكن اقدر اخليك تعرف انت مين. ولوجان بيتفاجئ، فتشارلز بيقول له انا قوتي الخارقه هي التخاطر، وان اقدر اخش جوه دماغ اي حد واعرف هو بيفكر في ايه، وكمان اقدر اتحكم فيه. ولوجان بعدها بيهدى وبيقرر يفضل موجود. وتشارلز بيحكي له ان سايكلوب وجين وستورم هم اول 3 تلاميذ عندي، ومع الوقت اصبحوا بيعلموا التلاميذ الجديده، وماري هتبقى معانا في وسط الخارقين اللي زيها. وبعد ما التلاميذ يخلصوا فتره التعليم بتاعتهم عندي بيكون قدامهم اختيارين، يا اما يخرجوا يواجهوا العالم وهم متعلمين، يا اما يفضلوا في المدرسه ويعلموا الاجيال اللي بعد كده. وبكده هيكون الخارق ده من فريق الاكس مين. وتشارلز بياخده في جوله وبيفرجوا على المدرسه، وتحت المدرسه بيقول له اديني بس يومين وهعرف ليه ماجنيتو كان عاوز يخطفك انت وماري، وهساعدك كمان تفتكر انت مين. وبنشوف بعدها ماري وهي في الفصل وبيتعرف عليها واحد اسمه بوبي وبيرحب بيها في المدرسه، وهما الاتنين بيبداوا يعجبوا ببعض. وعلى الجنب الاخر بنكتشف ان سيبرتيوس يبقى واحد من رجاله ماجنيتو، وسيبرتيوس بيحكي له باللي حصل معاه وان تلاميذ تشارلز كانوا عارفين انه رايح لماري ولوجان، لكن سيبرتيوس كان قادر يسرق سلسله الجيش بتاعت لوجان وماجنيتو بياخدها منه وبيشوفها. وبعد ما خطته الاولى فشلت هيروح ينفذ خطته الثانيه، وبنروح لعضو المجلس كيلي وبيروح يركب طيارته الخاصه مع الحارس بتاعه. بس بعدين كيلي بيكتشف انه مخطوف، واللي قدامه ده مش الحارس بتاعه، دي واحده اسمها ميستيك بتقدر تتنكر في هويه اي حد، وبتكشف عن نفسها وبتضرب كيلي وبتفقده الوعي، وبتروح تسوق الطياره مع زميلها تود، ودول كانوا من رجاله ماجنيتو، وبيرجعوا كيلي لمقر ماجنيتو. وماجنيتو كان امر بخطف كيلي لان كيلي دايما بيهاجم الخارقين، ونتيجه لده فماجنيتو بيستخدم جهاز بيطلع اشاعات على كيلي، والاشاعات دي هتمنح كيلي قوه خارقه زيهم. وبنشوف ان ماجنيتو كان بيزود الجهاز ده من قوته الخارقه، وبعد ما التجربه خلصت ماجنيتو بيحس بالضعف لدرجه انه كان هيموت. وبعدها جين بتكشف على لوجان تاني وبتعمل اشعه على جسمه، وبتشوف ان بداخل جسمه موجود معدن الادامانتيوم اللي بيكون قوي جدا، وبتشرح للبروفيسور اكس وزمايلها ان المعدن ده اتزرع جوه لوجان، والعمليه دي كانت صعبه جدا، ولكن لوجان قدر يتحملها بسبب ان هو عنده قدره الاستشفاء اللي بتخليه يجدد خلايا جسمه كل ما بتتضرر، وبالتالي هو اكبر سنا من البروفيسور اكس. وبعدها جين بتاخد لوجان لاوضه وبيتكلموا سوا، ولوجان بيسالها عن قوتها الخارقه، فهي بتقول له انا اقدر احرك اي حاجه عن بعد وعندي قوه التخاطر زي البروفيسور تشارلز، بس انا لسه مش شاطره زيه خالص، وهو بيحاول يعلمني ازاي استخدم قوتي. ولوجان بيطلب منها تقرا افكاره، وجين لما بتقرا افكاره بتشوف وقت ما لوجان اتعمل عليه التجربه واتزرع جوه جسمه معدن الادامانتيوم
بس سايكلو بيظهر في المكان، فجين مش بتكمل في قراية عقل لوجان، وسايكلو كان غيران انها واقفة مع لوجان، فهي بتاخد بعضها وبتمشي، وسايكلو بيقول للوجان خليك بعيد عن حبيبتي. ولوجان وهو نايم بالليل بيفضل يحلم بالكوابيس عن اليوم اللي اتعمل عليه التجربة، وماري بتشوفه وهو بيتشنج فبتيجي تطمن عليه، لكنه بيقوم مخضوض وبيطعنها بالمخالب بتاعته، وبعدها بيدرك اللي هو عمله. وماري قبل ما تموت بتلمس وش لوجان، واللي بيحصل انها بتمتص منه قدرة الاستشفاء، والجروح اللي عندها بتتلم، ولوجان كانت روحه بتتسحب منه. وماري لما بتسيبه بيفقد الوعي، وكل الطلاب اصبحوا خايفين من ماري. وبنروح لعضو المجلس كيلي اللي كانوا حابسينه في زنزانة، وكيلي بيكتشف بالصدفة انه اكتسب خلاص قوته الخارقة، وهو ان جسمه اصبح مطاط، فبيستغل الفرصة وبيهرب من الزنزانة. وماجنيتو بعد ثواني بيجيله وبيعرف ان هو هرب، ولما بيشيل قضبان الزنزانة بيشوف ان كيلي متشعلق على الصخر علشان بيطلع ان الزنزانة بتبص على البحر ومفيش وسيلة للهرب. وكيلي بيتصدم انه اصبح خارق زيهم، وماجنيتو بيقول له انت رايح فين؟ بس انت بقيت واحد مننا والبشر خلاص مش هيقبلوك. وبيؤمر سيبرتيوس يطلع كيلي، ولكن لان جسم كيلي اصبح مطاط فبالتالي بيقع منه وبيقدر يهرب. وماجنيتو بيتعصب وبيمشي، لكن كيلي مش بيبقى مات، وجسمه بيقل مع المية وبيخرج للشاطئ، وكل الناس بيتصدموا لما بيشوفوه. وتاني يوم ماري كانت قاعدة لوحدها لان الكل خايف منها، بس بيجي لها زميلها بوبي وبيتكلم معاها عن اللي حصل مع لوجان. وطريقة بوبي في الكلام كانت غريبة، وبيقول لها انا لو مكانك كنت مشيت من المدرسة لان كل الطلاب اصبحوا خايفين منك. وماري بتتصدم من كلامه، وهو بيقول لها كمان ان البروفيسور اكس متعصب منك ومش عارف يعمل معاكي ايه، وهي بتتصدم اكتر وبتقرر تسمع كلام بوبي وبتاخد بعضها وبتكون ماشية من المدرسة. لكن بيطلع ان ده ما كانش بوبي، دي كانت ميستيك ومتنكرة في شكل بوبي. بينما تشارلز كان عمال بيفكر ليه ماجنيتو كان عاوز يخطف لوجان، ولوجان بيخش عليهم وبيسأل فين ماري، وتشارلز بيكتشف انها مشيت من المدرسة. وبيروح تشارلز لأوضة خاصة مش بتتفتح غير ببصمة عينه، وكان فيها جهاز اسمه سيربيو. جهاز سيربيو ده بيزود من قوة تشارلز الخارقة بشكل كبير جدا، وبيسمح لتشارلز انه يعرف مكان الخارقين في اي حتة في العالم. وتشارلز هيستخدم الجهاز ده علشان يعرف مكان ماري، ولوجان بيسأله وليه ما تستخدموش وتعرف مكان ماجنيتو. فتشارلز قال له انا حاولت بالفعل، بس هو لقى طريقة يحمي بيها نفسه من الجهاز بتاعي، وده لان ماجنيتو زمان ساعدني في صناعة جهاز سيربيو. وتشارلز بيستخدم الجهاز وبيدور على ماري، وبيعرف انها راحت محطة القطر، ولوجان كان عاوز يروح لها بس تشارلز بيمنعه لان ماجنيتو بيدور عليه. فبيأمر سايكلوب وستورم يروحوا لماري ويتكلموا معاها ويقنعوها ترجع للمدرسة، ولكن لوجان مش بينفذ كلام تشارلز، وبيسرق موتوسيكل سايكلوب وبيتحرك على محطة القطر، وبيوصل لماري وبيقعد يتكلم معاها وبيسأل عن السبب اللي خلاها تمشي. فهي بتقول له عشان البروفيسور متضايق مني وفي طالب في المدرسه قال لي كده. وفي نفس الوقت كان ستورم وسايكلوب وصلوا المحطه، اما ميستيك فبتتحرك على المدرسه على انها بوبي، وبتروح لغرفه الجهاز سيربيو وبتتنكر في هويه البروفيسور اكس، وبتفتح الاوضه ببصمه العين وبتبوظ جهاز سيربيو وبتحط فيه غازات سامه. ولوجان بيتكلم مع ماري وبيفهم منها انها خايفه من قوتها لان الولد اللي حبته قتلته. فلوجان بيقول لها انا متاكد ان البروفيسور تشارلز مهتم لامرك وهيساعدك، ولوجان بيوعدها انه هيخلي باله منها. وعلى الجنب التاني ستورم كانت بتسأل عن ماري، لكن فجأة بيوصل سيبرتيوس وبيهاجمها، وتود هاجم سايكلوب وخلاه يطلق الليزر بتاعه على الملأ. ولما حصل فتحة في السقف ستورم اتحكمت في البرق وهاجمت سيبرتيوس، وبعدها ماجنيتو بيبقى وصل للقطر اللي فيه لوجان وبيدمر اي معدن في سكته. ولما لوجان حاول يهاجمه ماجنيتو اتحكم فيه بكل سهولة لان لوجان جسمه معدن. ولوجان بيقول له انت عاوز مني ايه؟ فماجنيتو قال له ومين قالك ان انا عاوزك انت؟ انا عاوز ماري. وبيرمي لوجان لبعيد وبيحقن ماري بمخدر وبياخدها وبيمشي. ولما خرجوا من المحطة كانت الشرطة محاوطة المكان، فماجنيتو بيرفع عربيات الشرطة بايده الاتنين وبيدمرهم، فكل الضباط بيرفعوا اسلحتهم على ماجنيتو. طبعا ماجنيتو يسكت لا، بيسحب منهم كل اسلحتهم وبيخليها مرفوعة في الجو عليهم. وقبل ما كان هيقتلهم فسيبرتيوس بيمسك ماجنيتو من رقبته، وبيطلع ان تشارلز موجود في المكان ومتحكم في
عقل سيبرتيوس وتود، وماجنيتو بيفهم ان تشارلز موجود وبيتكلم وبيقول له ما تخرج وتكشف عن نفسك. وتشارلز ما كانش قادر يتحكم في عقل ماجنيتو لان ماجنيتو لابس خوذه معينه بتحميه من تشارلز. وتشارلز بيساله انت عاوز ايه من ماري، بس ماجنيتو مش بيرضى يقول له، وبيقول له لو فضلت تدافع عن البشر فهيطبقوا علينا قوانين تخلينا نتحبس كلنا. وتشارلز لما ما لقاش نتيجه مع ماجنيتو بيخلي تود يهرب ماري، لكن ماجنيتو بيهدده انه لو ما اطلقش سلاح رجالته فهيقتل كل الضباط دول. وبالفعل ماجنيتو بيطلق رصاصه على دماغ الضابط ده وبيتحكم في الرصاصه وبيخليها واقفه على دماغه، وبيقول لتشارلز انا بديلك فرصه تانية، حرر رجالتي والا كل الضباط دول هيموتوا. فتشارلز بيضطر يستسلم وبيحرر تود وسيبرتيوس. وميستيك بتوصل بالطياره وماجنيتو ورجالته بيركبوا معاها وبيمشوا، والضباط ما كانوش مصدقين انهم عاشوا. ولوجان كان متعصب ان ماري اتخطفت، وتشارلز بيتاسف له وبيقول له انا كل ده كنت معتقد ان ماجنيتو عاوزك انت. ولوجان كان عاوز يروح يدور على ماري بنفسه وينقذها، وستورم بتحاول توقفه وبتقول له مش هتقدر تحارب لوحدك، لكن لوجان مش بيهتم بكلامها وكان خلاص ماشي. بس في الوقت ده بيوصل كيلي وهو تعبان جدا وبيطلب يقابل اي حد، وفعلا بياخدوه لجوه. وتشارلز بيقرا افكار كيلي وبيعرف باللي حصل له بالكامل، وبيعرف ان ماجنيتو عنده جهاز بيحول البشر لخارقين. وتشارلز بيقلق من ده جدا لان القوه الخارقه اللي اكتسبها كيلي ما كانتش بطريقه طبيعيه، دي كانت عن طريق اشعاعات، وجسم كيلي ما تقبلش القوه دي، ولو البشر اتعمل عليهم التجربه دي ممكن يموتوا. وبيقول بما ان الجهاز اللي ماجنيتو استخدمه كان ممكن يموته، فبالتالي ماجنيتو هينقل قوته لماري علشان قوه ماري وماجنيتو هتبقى كفايه لتشغيل الجهاز، ووارد ماجنيتو هيعمل التجربه على عدد كبير من البشر. وفي نفس الوقت كيلي بيحس بألم شديد، وبعدها بثواني جسمه بيتحول لميه وبيموت تماما علشان خلايا جسمه مش متقبله قوته الخارقه الجديده. وبعدها تشارلز بيروح يستخدم جهاز سيربيو علشان يعرف مكان ماري، لكن السم اللي ميستيك حطته في الجهاز بيشتغل، وتشارلز بيتعب جدا وبيفقد الوعي، وبياخدوه وبيكشفوا عليه. وجين بتحاول تصلح الجهاز، ولان تشارلز في غيبوبه فبتروح هي تلبس جهاز سيربيو لان قوتها الخارقه قريبه من قوه تشارلز. ومع ان الموضوع كان ممكن ينجح ولكنها بتحس بتعب شديد بعد ما استخدمته، ولكنها في النهايه عرفت مكان ماري وماجنيتو وعرفت هم رايحين فين، وبنعرف انهم رايحين للجزيره اللي هيتعمل فيها مؤتمر لمسؤولين كتير من حول العالم. ورجاله ماجنيتو بيهجموا على الحراس اللي هناك، وماجنيتو بيتكلم مع ماري وبيقول لها عدد كبير جدا من الخارقين بيموتوا لان البشر مش قابلينهم، لكن الكلام ده هينتهي لما كل الخارقين في العالم يصبحوا خارقين زينا، وهضحي بيكي علشان ده يحصل لان قوتك الخارقه كفيله تشغل الجهاز. وبيؤمر سيبرتيوس يحط ماري جوه الجهاز، بينما فريق الاكس من بيتكلموا في الخطه اللي هيتصدوا بيها الماجنيتو. وبعدها لوجان وسايكلوب وجين وستورم بينطلقوا على هناك، وماجنيتو بيشوفهم من بعيد وهم داخلين عليهم، فبيؤمر ميستيك وتود يروحوا يحاربوهم ويعطلوهم. ولما الاكس من بيوصلوا بيعرفوا ان ماري موجوده بداخل مبنى تمثال الحريه، وبيخشوا تمثال الحريه وبيدوروا على ماري. ولوجان بيشم ريحه حد موجود فبيسيب الفريق وبيروح يدور لو حد غريب موجود في المكان. ولما بيرجع كان هيهجم على سايكلوب، لكن بيظهر لوجان تاني وبيوقفه، وبيطلع ان ميستيك كانت متنكره في شكل لوجان، وكل واحد فيهم بيطلع المخالب بتاعته وبيقاتلوا بعض. وتود بيوصل وبيقاتل فريقنا وبيحبس سايكلوب وبيفرق الفريق عن بعض. اما ميستيك فكانت متفوقه على لوجان، وستورم بتتقاتل مع تود وبتتحكم في الجو وبترميه من المكان، بس هو بيتعلق في السور بلسان الضفدع اللي عنده، فستورم بتضربه بالبرق وبترميه في البحر. وبعدها ستورم بتخش وبتلاقي لوجان وبتسال انت لوجان الحقيقي ولا لا، ولوجان فجاه راح ضعنها بالمخالب بتاعته، ولان دي ما كانتش ستورم، دي كانت ميستيك، وبتوع ميستيك وبتفقد الوعي. ولوجان بيتجمع بباقي الفريق وبيثبت لهم ان هو لوجان الحقيقي، وبيطلعوا كلهم لاخر دور في المبنى. وفجاه ماجنيتو بيتحكم في المعادن وبيكلبش كل واحد فيهم وبيلزق لوجان في الحيطه. وسيبرتيوس بياخد النضاره من سايكلوب، وسايكلوب بيفضل مغمض عينه علشان ما يقتلش جين. بينما في نفس الوقت ده كان كل المسؤولين وصلوا للمؤتمر اللي عند تمثال الحريه، وماجنيتو بيقول لفريق الاكس من اللي انا بعمله ده الصح لان كل البشر بيحتقرونا فلازم يصبحوا زينا.
بينما ماري كانت بتصرخ وبتطلب المساعدة، وماجنيتو بيطير وبيروح لها علشان ينفذ خطته. بينما لوجان كان قدر يحرر نفسه وبيقوم يهجم على سيبرتيوس، وهما الاتنين بيفضلوا يتقاتلوا، وماجنيتو في نفس الوقت ده بيحط ايده على ماري علشان ينقل قوته ليها، وجسمه بيبدأ يضعف، ولوجان بياخد السلسلة بتاعته من سيبرتيوس وبيجري عليه وبيطعنه، ولكنه مش بيموت بسهولة، وبيروح لفريق الاكس مين ولوجان بيجي وراه. وقبل ما كانوا هيتقاتلوا كان ماجنيتو نقل قوته بالفعل لماري وبيشغل الجهاز وماري جواه، ولوجان وسايكلوب وجين بيعملوا حركة وبيخلوا سايكلوب يضرب الليزر على سيبرتيوس وبيطيروا لبعيد، ولوجان بعدها بيحررهم، وستورم وجين بيطيروا لوجان لعند ماري، ولما بيوصل كان لسه هيدمر الجهاز بس ماجنيتو بيحاول يوقفه، والاشعاعات بتبدأ تخرج من الجهاز ورايحة ناحية الناس، وسايكلوب في الوقت ده بيضرب ماجنيتو ولوجان بيتحرر منه وبيدمر الجهاز، وبكده بيكونوا انقذوا الناس من الاشعاعات. ولوجان بيمسك ماري اللي كانت بتموت، ولوجان بيضطر يلمسها علشان تسحب منه قوته الخارقة بتاعة الاستشفاء، والفكرة بتنجح وماري بتفوق وجسم لوجان بيتصاب بشدة، وفريق الاكس مين بيركبوا طيارتهم وبيمشوا، وماري بترجع للمدرسة وبتتعامل مع الطلاب عادي بشكل طبيعي، والبروفيسور اكس بيكون صحي من الغيبوبة بتاعته، وجين بتشرف على حالة لوجان، ولوجان تاني يوم بيتعالج تماما وبيفوق وبيبعت لجين انه معجب بيها، وبيروح للبروفيسور تشارلز بعد ما عرف انه فاق، وتشارلز بيقول له في جزيرة معينة كان فيها قاعدة عسكرية، روح لهناك وجايز تلاقي اجابات لاسئلتك وتعرف انت مين بالظبط. وبعدها بنشوف عضو المجلس كيلي بيتكلم على التلفزيون، بس طبعا ده ما كانش كيلي، دي كانت ميستيك ومتنكرة في هيئة كيلي، وبتقول في هيئة كيلي انا غيرت وجهة نظري عن الخارقين وانا كنت غلطان. ولوجان بياخد بعضه وبيمشي من البيت من غير ما يودع حد، بس ماري بتجيله وبتودعه، بس لوجان بيديها السلسلة بتاعته وبيودعها هو كمان، وبيقول لها انه هيرجع تاني. وبنكتشف بعدين ان الشرطة قبضت على ماجنيتو، وده لانه كان ضعيف وقتها وما قدرش يستخدم قوته الخارقة عليهم، وحبسوه في سجن بلاستيك ما فيهوش اي معادن علشان ماجنيتو ما يستخدمش اي معدن يساعده على الهرب. وتشارلز بيجي يزوره وبيلعب معاه شطرنج، وماجنيتو بيقول له هتعمل ايه لو الحكومة رفضت وجود الخارقين في المجتمع؟ فتشارلز قال له ما زال في النهاية محدش هيقدر يتغلب علينا بالقوة، وايا كان العدو في الاخر هنتكلم سوا وهنفهم ايه الحل المناسب، وبيسيبه وبيمشي. ولو عايزين الجزء التاني من السلسلة اكتبوا لنا في الكومنتات وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 3000 لايك. وبس كان معكم مندو، وصلوا على النبي والسلام.